الفيلم يبدأ مع إيزابيل، مرأة في سن الأربعين، وحياتها مملة وحزينة من يوم طلاقها من زوجها، ولحد الآن ما زالها تفتش على الحب الحقيقي والحياة السعيدة. ودخلت في عدة علاقات، ونشوفوها راحت شرات سمك للغداء، وبعدها مرت على فينسنت اللي يكون متزوج، وراحت معاه للبار. وخلال حديثهم قال لها أنه شغوف بها وبدا يحبها، لكن مش راح يقدر يتخلى على زوجته أم ولاده مهما كان الثمن. وبعدها قال لها راح نصارحك بحاجة، وكنت نستنى في الوقت المناسب باش نقولها لك. وقال لها أنه صديقتها في معرض الألواح كانت على علاقة بزوجها لمدة سنة ونص أو سنتين تقريبا، وبعدها حاول يلطف الجو معها لكن مزاجها تعكر. وهنا قال للسائق تاعو يوصلها للمكان اللي تحب، وهي في الطريق حست أن السائق يشوف معها بطريقة غريبة وكأنها وحدة رخيصة. وبعدها وصلها للمنزل تاعها، ودخلت وهي حزينة وتفكر وتشوف أنها تستاهل حياة أسعد من هذه، وتستحق تتحب وتعيش مثل الناس الطبيعيين. وبعدها نامت، وفي اليوم الموالي بدأت ترسم في لوحة جديدة للمعرض تاعها. وراحت للمعرض، ولما شافت صاحبتها راحت عندها وقالت لها علاش كنتي مع زوجي؟ قالت لها لا طبعا، وبدأت تضحك. وقالت لها شكون اللي قال لك هذا الكلام؟ قالت لها صديقي المصرفي. وبداوا يضحكوا مع بعض. وبعدها راحت إيزابيل عند صديقها الممثل المسرحي، وحكاوا مع بعض شوي لأنهم من مدة طويلة ما تقابلوش. وقال لها أنه حاس بالملل، وحاس أنه حياته تنهار، وممكن يطلق زوجته وحتى العمل تاعو. وقال أنه يتعب بزاف، ولكن الناس يجيوا مرة واحدة فقط للمسرح. وقال لها أنه ماهر ولكن حقه مهدور، وفنيا مستحيل يجي شخص مثله في المستقبل. وفجأة جات واحدة من المعجبين تسلم عليه، وقالت له أنها معجبة به وبأدائه، وأنه ممثل هايل وعنده كاريزما مختلفة. شكرها وكمل يحكي مع إيزابيل، وقال لها وش رايك نتعشاو؟ راحوا المطعم فخم وحكاو شوي مع بعض، وبعدها وصلها للمنزل. وقبل ما تنزل قالت له حابة نحكي معاك شوي. وحكاو وقال لها أنه عنده عطلة في الغد، وعزمها للعشاء والسينما. قالت له مانيش عارفة إذا راح نشوفك مرة أخرى أو لا. قال لها علاش راكي متوترة ومرتبكة؟ وتصالحوا. وقالت له يبقى معاها شوي، وسألها إذا كانت بنتها في المنزل. قالت له لا، عند باباها. ودخلوا للمنزل تاع إيزابيل، وسألها إذا كان عندها حاجة ياكلوها. قالت له عندي شامبانيا. قال لها هاتي هذا المشروب المفضل تاعي. وبعد ما كملوا الحكايات وهو خارج ودعها وحضنها، وقال لها أن الأحضان أحسن من الكلام، وعندي رغبة نبات معاك. وسألها إذا يبقى ولا يخرج. قالت له ابقى معايا. وعملوا علاقة مع بعض. وفي اليوم اللي بعدها ودعها وخرج، وإيزابيل تكون فرحانة بزاف. وبعد أيام تقابلوا في الخارج، وهنا قال لها أنهم غلطوا المرة الماضية ومش لازم يعاودوا الغلطة، ولازم تنساي اليوم هذاك لأنه كان مضطرب وحزين، واللي بينهم مش حب حقيقي ولكن اضطراب مشاعر وأحاسيس، وحتى انتي غلطتي ولازم نصلحوا الغلطة. ورجعت للمنزل وهي حزينة. وبعد شوي جاء عندها صديقها المصرفي ومعاه بوكي ورد، ولكنها رفضاته وطلبت منه يخرج لأنها مش حابة تشوفه مرة أخرى. قال لها انتي ملكي وعلاش تقولي هذا الكلام وانتي مجرد وحدة رخيصة. وطرداته من المنزل. وخرجت قابلت واحد يبيع السمك اللي عزمها يشربوا حاجة مع بعض، وقال لها انه رايح الحفلة بعد أسبوعين، وسألها إذا تحب تجي معاه. قالت له نشوف ونرد لك. وراحت لصديقها الممثل المسرحي اللي قال لها انه نادم ومش مستعد يفتح الحوار مرة أخرى، وقال لها انهم الاثنين يعتبروا بؤساء ولازم يروح للمنزل تاعو لأنه وعدهم يرجع في الوقت. والغريب انه باسها وهو خارج. ركبت سيارة ورجعت للمنزل، وقالت للسائق يشغل موسيقى رومانسية، وسألته إذا كان سعيد في حياته أو لا. قال لها كل مرة وحالتها، يوم سعيد ويوم حزين، هذه هي الحياة. وبعد أيام نشوفوها في المعرض وحطت صور جديدة للبيع. وجاء صديقها المصرفي وبدأ يحكي معها، ولكنها تتجاهل فيه وحكات مع كل الحاضرين إلا هو. وجاها منظم المعرض وقال لها إذا تشرب حاجة. قالت له بيرة، وتكون قصدها تلطف الجو معاه. واتصل بها في اليوم الموالي صديقها المصرفي. قالت له أنها مش متفرغة. قال لها محتاج نحكي معاك لأني بدونك ضايع. وغلقت التليفون في وجهه. وراحت عند صديقتها وقالت لها أنها مش فرحانة، وصديقها المصرفي بايخ، وحياتها العاطفية تنهار، وحست أنها تدمرت. وصديقها الممثل قطع علاقته بها بعد ما حست إحساس جميل معاه، وحست أنها كبرت وأصبحت تشبه للمومياء، ولحد الآن تفتش على حب حياتها لأنها مش قادرة تصبر. وبدأت تبكي ورجعت للمنزل. وبعد شوي دخل طريقها للمنزل تاعها وعمل معاها علاقة، والغريب أنها ما قالتلوش لا. وبعدها تشاجروا بالكلام وخرج وخلاها. وفي اليوم الموالي خرجت في رحلة مع أصدقائها، وكانت نفسيتها تعبانة وحزينة وتتعصب على أي حاجة بسرعة. وسهروا في الليل وحكاوا شوي على حياتهم، وكان واحد معاهم حب يقرب منها لكنها تتجاهل فيه
وحاول يغازلها لكنها ما ردتش رد لطيف عليه. وبعدها بدات ترقص وحدها لما سمعت الموسيقى، وهنا جاء عندها واحد وبدا يرقص معها بدون كلام. وبعد مدة تعدل مزاجها وضحكت معاه، ورجعت للمنزل وقابلت طليقها وطلبت منه تشوف بنتها. قال لها لازم يخلي المفاتح عنده لأنه مش واثق فيها، ولأنه بنتها تجي عندها كل أسبوع. قالت إيزابيل أنه بنتها تبكي بزاف لما تكون نايمة، وأكيد نفسيتها مش مرتاحة، وهي اللي عرضت عليه من الأول يخلي المفتاح عنده ولازم تكون عند كلمتها. وخرجت إيزابيل ودعت بنتها، وبعدها راحت عند صديقها اللي كان معاها في الرحلة وسألها وش كانت تعمل اليومين اللي فاتوا. قالت له كنت نقابل في الراجل اللي تعرفت عليه في الرحلة، واستغرب وقال لها راهو يلعب بيك، وعلاش ما يخرجكش مع أصحابه أو يخرج مع أصحابك؟ هذا لأنه ماهوش جدي والعلاقة مش راح تدوم. خليك معايا ونساي كل الناس اللي تعرفيهم. ومسك لها يدها، ولكن إيزابيل بعدت يدها وخرجت من المطعم وكلمة الراجل اللي كان معاها في الرحلة وقالت له حابة نشوفك ضروري. ولما تقابلوا قالت له على الحكاية اللي سمعتها وعلاش راهو يلعب بها. قال لها لا، ولكن ما ركزتش في تصرفاتي وبدون ما تجرحي مشاعري لأني إنسان صادق معك، وحياتي معك عندها طعم مختلف. وقدر يقنعها. وبعدها راحت إيزابيل قابلت واحد جديد ما تعرفوش، ومشاو شوي في الطريق، وبعدها مسكت يده وهو باسها وقال لها أنه راح يقضي إجازة نص سنة مع أطفاله وراح يرجع بعد شهر، ولازم يقابلها لما يرجع. ورجعت للمنزل ونامت، وفي الغد راحت قابلت صديقها المختص في الروحانيات والأبراج واللي كان زميلها في المدرسة، وحكات له أنه علاقاتها العاطفية تفشل وحياتها ضيعة. وحكات له أنها قابلت واحد مصرفي وواحد ممثل، وقابلت طليقها وواحد شافها في رحلة، وقابلت رجل تعرفت عليه أثناء شغلها في المتحف. كل هذه الأشخاص في عام واحد. تعجب صديقها وقال لها هذا عدد كبير. وبعد ما عمل الخربشات تاعو قال لها أن الممثل راح يرجع يكلمك، والراجل اللي قال لها أنه مسافر ولما يرجع يكلمها راح يرجع، وقال لها راح تقابلي شخص جديد ممثل أو رسام، المهم أنه فنان، والشخص هذا جدير بالثقة ويستحق يكون معك، وانتي تحتاجي واحد مثله. وقال لها حذاري توقعي في أي فخ، وركزي وما تعاوديش أخطائك مرة أخرى. واتفق معها ترجع له مرة أخرى لما يكون جديد في حياتها. وتستمر إيزابيل في البحث عن حب حياتها وهي في سن اليأس. ما تنسوش تدعمونا بتعليقات لأنها تزيد في نسبة المشاهدة، والضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة باش يوصلكم جديد من قناة زيب أفلام. سلام.